أنا الفائز بكأس العالم. اليوم سوف نقول من فاز كأس العالم. في بارت 1 كنا بالمجموعات، الآن نقول ما بعد المجموعات. لدينا المباراة الأولى، منتخب هولندا يلاعب منتخب الإيران. أنا أتوقع وأنا أقطع والكل يقطع بأنه منتخب هولندا الصاعد إلى دور الثمانية. أما في المباراة الأخرى لدينا منتخب فرنسا يلاعب صاحب الأرض منتخب قطر، وأنا أقطع أنه منتخب فرنسا. أما لدينا في المباراة الأخرى منتخب الأرجنتين، وأنا أمام منتخب الدنمارك، وأنا أقطع أنه هو منتخب الأرجنتين. ولدينا أيضا في المباراة الأخرى نادي منتخب بلجيكا يلاعب منتخب الأوروغواي، وأنا أقطع إنه منتخب بلجيكا. ولدينا في مباراة أخرى منتخب البرازيل يواجه منتخب بولندا، وأنا أقطع إنه منتخب البرازيل السامبا. أما في المباراة الأخرى لدينا البرتغال يواجه منتخب المغرب، وأنا أتوقع أنه الدون يذهب إلى دور الثمانية. وأما في مباراة أخرى لدينا الإسباني، المنتخب بقيادة لويس إنريكي أمام وحوش إنجلترا، ولكن أنا أقطع أنه ذكاء إنريكي يا عزيزي يذهب بإسبانيا إلى دور الثمانية. وننتقل إلى دور ربع النهائي بين المنتخب الفرنسي يواجه منتخب هولندا، ونتوقع والكل يقطع إنه فرنسا. أما في المباراة الأخرى فهي مواجهة قوية جدا بين المنتخب الأرجنتيني بقيادة ميسي أمام بلجيكا بقيادة الشباب كورتوا ودي بروين والشباب، ولكن أنا أقطع إنه الأرجنتيني يصعد إلى دور نصف النهائي. أما على الصعيد الآخر برازيل السامبا أمام البرتغال بقيادة دون كريستيانو تورنادو الكولياتور رونالدو، ولكن البرازيل أجمل وأقوى يا سيدي. هنا نصل إلى المنتخب الإسباني الذي يواجه منتخب ألمانيا، ولكن يا عزيزي منتخب ألمانيا يواجه منتخب أسبانيا، ولكن طبعا أسبانيا يا سيدي. ننتقل إلى النصف النهائي الذي يجمع بين المنتخب الأرجنتيني الذي يواجه منتخب أسبانيا، ولكن يا عزيزي أسبانيا أسبانيا أسبانيا، ولكن البولغا ليونيل ميسي يضع الأرجنتين إلى النهائي. أما المباراة الأخرى برازيل أمام الديوك الفرنسية، ولكن يا عزيزي إنها مباراة قوية، ولكن أرى أنها ذاهبة إلى البرازيل. إذن إنه نهائي لاتيني، برازيل يواجه منتخب الأرجنتين، ونتوقع أنه هو منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي يرفع كأس العالم ويحقق كل أماني جمهور ميسي والأرجنتين. سلام.